لا زالت الفضائح تنكشف وتتوالى في أروقة الكاف، وهذا بقيادة الفاسد عميل المخزن فوزي لقجع وعصابته الذين نهبوا أكثر من 100 مليون دولار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. مزيدا في سياقية تقريرته: لا زالت الفضائح تنكشف وتتوالى في أروقة الكاف بقيادة الفاسد عامل المخزن فوزي لقجع وعصابته الذين نهبوا أكثر من 100 مليون دولار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الأمين العام الحالي للكاف فيرون موسينغو أومباو الذي أدلى بتصريحات للإذاعة البريطانية قال فيها عيسى حياته والحاج محمد روراوة تركوا الخزينة العام بثروة مالية قيمتها 100 مليون دولار قبل رحيلهم في مارس 2017. بينما في الفترة الحالية أصبحت الكاف تعاني من مديونات تقدر ب40 مليون دولار، أي التهام 140 مليون دولار في فترة من الغاشي أحمد والجنوب الإفريقي باتريس موتسيبي اللذان أشرفا على رئاسة الكاف خلال الفترة ما بعد 2017. النظام المغربي الفاسد استعمل كل الطرق لنهب الأموال من الكاف عن طريق فوزي لقجع خريج مدرسة المخزن الفاسدة. استدرج أحمد واختطف الكاف مقابل نظير التكفل بحياة اجتماعية ملكية لها. لقجع اشترى ذمم مسؤولي اتحادات الكرة في افريقيا بهذه الاموال مستغلا نفوذه داخل اروقة الكاف المختطفة. اموال المخدرات والتي اصبحت هي الاخرى عاملا يستغله لقجع من اجل شراء ذمم الحكام ومختلف لجان الكاف، وهذا لاغراضه الشخصية.